طبعا يا جماعه التقييمات دي بناء على رايي الشخصي وتجربتي الشخصيه، فمش عايز حرب في الكومنتس. تمام قشطه، يعني تقبلوا الراي الاخر. اخر فيديو نزلته كنت بتكلم عن ليه 90% من الناس بتفشل في مجال الديجيتال ماركتنج، وكنت قلت لكم ان سبب من اهم الاسباب دي ان الناس مش بتتخصص في مجال معين، وان التخصص فعلا يعتبر من الحاجات اللي بتشكل 90% من نجاحك في المجال. فعملت لكم كنت قلت في الفيديو يا جماعه لو في حاجه مش واضحه او لو انتم مش عارفين تختاروا المجال المناسب ليكم سيبوا لي كومنتس وانا يعني هعمل لكم مقارنه. لقيت كل الكومنتس مقارنه، فانا نزلت بوست على الجروب بتاعي على فيسبوك اللي هو بيرفورمانس ماركتنج ان اكشن. بالمناسبه الجروب ده لو انت مهتم بمجال ميديا باينج او بيرفورمانس ماركتنج ولسه مش في الجروب فانت فايتك كتير جدا جدا، لان الجروب ده هيكون مجمع ناس اكسبيرينسد في المجال. لو في اي حاجه اتسال عنها في المجال ده فاحنا بنرد عليها، فانت ممكن تجين اكسبيرينس وانت بتسكرول على الفيسبوك عادي. وبرده لو في حاجات استطلاعات للراي او حاجات زي كده ممكن يعني اعملها على الجروب عشان الفيديوز اللي جايه، فانت ممكن برده تشارك فيها فتساهم في الفيديو كرييشن بتاع الفيديوز اللي بتنزل على اليوتيوب. فلونج ستوري شورت سالت الناس ايه المجالات اللي انتم مهتمين بيها عشان احطها في المقارنه، وكان الميديا باينج، فيديو اديتنج، نيتيف بروجرامينج، جرافيك ديزاين، سوشيال ميديا، اس اي او. كل المجالات دي انا قارنت ما بينها في الفيديو بتاع النهارده، وحطيت يعني العناصر اللي انت فعلا مهتم بيها او ممكن تكون مهتم بيها عشان تقرر المجال ده مناسب ليك ولا لا، زي السالري، زي الليرنينج كيرف، زي سهوله دخول المجال ده، زي الفريلانس بوتنشال. فمن الاخر المقارنه دي انت هتطلع منها عارف ايه المجال المناسب ليك. طيب قبل ما نبدا، عشان ممكن تكون المقارنه دي طويله شويه، انت هتلاقي فيه تايم ستامبس في الفيديو تحت. ممكن لو انت انترستد بمجال او بمجالين تسكيب على طول المجالين دول وتبتدي ان انت تشوف المقارنه بتاعتهم على طول. فانا هتكلم عن كل المجالات اللي على الشمال دول: الميديا باينج، ويب ديفلوبمنت، سوشيال ميديا، جرافيك ديزاين، نيتيف بروجرامينج، فيديو اديتنج، واس اي او. طيب الموضوع هيمشي ازاي؟ اللي على الشمال ده الفيلد اللي هو المجال يعني، تمام، وهنقارن ما بين 4 حاجات او 5 حاجات: السالري، البارير اوف انتري اللي هو سهوله ان انت تخش المجال، هل انت محتاج بورتفوليو، هل انت محتاج بريفيس اكسبيرينس كبيره، وهكذا. الجروث اوبورتيونيتيز اللي هو لو انت حطيت مجهود كبير في المجال ده ازاي هتكبر فيه من الاخر. والليرنينج كيرف يعني بتقعد تتعلم قد ايه على ما توصل ان انت تلاقي شغل في المجال ده او ان انت تكبر في المجال ده. والفريلانس بوتنشال اللي هو لو انت هتشتغل فول تايم فانت ممكن مثلا بعد الشغل ايه فرصه ان انت تلاقي فريلانس. فدي الاسبكتس اللي احنا هنقارن بيها، ودول الليفلز اللي احنا هنديها لكل بوينت من البوينتس دي. طبعا بيرفكتو دي اجمد حاجه، جود تمام شغال، افريج اللي هو قشطه ماشي، تيربل ده يعني وحش جدا في البوينت دي. طيب نخش على اول مجال وهو الميديا باينج. طبعا انا ممكن اكون متحيز للميديا باينج شويه لان هو ده المجال بتاعي، بس انا هحاول اكون موضوعي بقدر الامكان. تعال اول نبص للسالري. مرتبات الميديا باينج معروف ان هي من اعلى مرتبات اي ماركتنج تيم، يعني ممكن يكون هو مثلا بيقبض اعلى سالري بعد الماركتنج مانجر على طول. فده وش انا هديله بيرفكتو، وده يعني السبب اصلا اللي خلاني اختار الميديا باينج كمجال ليا. تمام. طيب البارير اوف انتري هنا بقى المشكله بتاعت الميديا باينج. انت عشان تخش مجال الميديا باينج سهوله ان انت تخش المجال دي مش اسهل حاجه، بس برضه مش اصعب حاجه. يعني انت محتاج بورتفوليو. طيب عشان تعمل بورتفوليو لازم حاجه من اتنين: يا اما تصرف فلوس على براند بتاعك او تشوف حد شغال اوريدي وتعمل له ادز، وبالتالي يبقى انت كده عملت بورتفوليو. بس مين في النهايه هيخليك يعني تمسك براند وانت لسه ما عندكش اكسبيرينس كويسه قوي؟ في فرص ولكن مش كتير قوي. في مجالات معانا اسهل في الحته بتاعت البارير اوف انتري دي، فانا هديله ممكن افريج مش تيربل. طيب جروث اوبورتيونيتيز، الميديا باينج انت بتبتدي فيه كجونيور وبعد كده سينيور وبعد كده ممكن تمسك هيد اوف بيرفورمانس ماركتنج وبعد كده ممكن يعني اعرف ناس وصلت لسي ام او، فانا بشوف الجروث اوبورتيونيتيز بتاعته ممتازه جدا فهديله بيرفكت. طيب الليرنينج كيرف بتاع الميديا باينج. الميديا باينج مجال مش محتاج، يعني مش هقول ان هو سهل جدا وبرده مش هقول ان هو صعب جدا. يعني انت ممكن مثلا لو قعدت، خلينا نحسبها بالمده، مثلا ممكن لو قعدت 6 شهور او 4 شهور لو انت متفرغ تذاكر مثلا كل المنصات المشهوره، تذاكر الكونفرجن والتراكنج. لو انت خدت كورس مع حد بيدي فاليو كويسه يعني او حد عنده اكسبيرينس كويسه ممكن يلم لك الموضوع ده كله مثلا في شهر كنوليدج، وانت مثلا تقعد تبراكتس 3 شهور فبالتالي هتخش. فانا شايف ان الليرنينج كيرف بتاعه قشطه جود. طيب الفريلانس بوتنشال بقى، والميديا باينج فعلا متميز عن اغلب المجالات الموجوده معانا دي في الفريلانس بوتنشال، لان انت قشطه يعني انت بتشتغل فريلانس. بس الفكره ايه بقى؟ يعني لو هنقارن مثلا ما بينه وما بين الويب ديفلوبمنت، فانت الويب ديفلوبمنت ممكن ياخد برضه فريلانس، بس البروجكت اللي بتاع الويب ديفلوبمنت هياخد منه وقت اكبر من الوقت اللي بتاع الميديا باينج هياخده، لان انت في الميديا باينج بتسيت اب الكامبين، بتتراك البرفورمانس، بتادجست الكامبين وهي شغاله، فمش بتاخد منك وقت كبير، فبالتالي ممكن تشيل كذا اكونت، فبالتالي
هتاخد فلوس اكتر. فانا هقول ان هو في الحته بتاعت الفريلانس دي بيرفكتو. طيب نخش بعدها على الويب ديفلوبمنت. مجال الويب ديفلوبمنت من حيث السالري فهو قريب جدا للميديا باينج، فانا اي وود سي ان هو بيرفكتو، ولو ان الويب ديفلوبر ممكن ياخد سالري اقل شويه، مع العلم ان انا هنا بتكلم على الورد بريس ديفلوبر مثلا، او الويب ديفلوبر اللي هو قشطه الجافا سكريبت مع اتش تي ام ال مع سي اس اس، اللي هو مش حاجه ادفانسد قوي اللي هو النيتيف، ولسه هنتكلم عنه كمان شويه. فده قشطه بياخد سالري مقارب للميديا باير، وقد ياخد اقل من الميديا باير شويه. طيب البارير اوف انتري اي وود سي ان هو بيرفكتو. ليه؟ لان انت مجرد ما بتتعلم الويب ديفلوبمنت خلاص، يعني انت ممكن تخترع اي ويب سايت من دماغك وتبتدي ان انت تعمل هوستنج ب 2 جنيه ولا 3 جنيه، يعني رخيصه جدا الهوستنج، يعني مش تاخد منك فلوس خالص، بس هتبني ويب سايت هيديك فرصه ان انت خلاص يا جماعه انا معايا بورتفوليو اهو فادوني شغل. فالبارير اوف انتري او سهوله ان انت تخش المجال بيرفكتو. طيب الجروث اوبورتيونيتيز انا برضو بشوف انها كويسه جدا في مجال الويب ديفلوبمنت، بس انا بشوف ناس كتير مستقه في الحته بتاعت اللي هو جونيور تو ميد ليفل تو سينيور، مش بشوف ناس بتخش في حتت ادفانسد قوي او حتت زي سي تي او مثلا الا لو هو متعلم نيتيف. فانا اي وود سي جود في الحته بتاعت الجروث اوبورتيونيتيز. تمام. طيب الليرنينج كيرف اي وود سي ان هو يعني اصعب سيكا من الميديا باينج، او محتاج حد عنده طولة بال شويه، لان انت بتقعد تتعلم. يعني لو انت وورد بريس مثلا فقشطه موضوع دراج اند دروب، محتاج شويه براكتسنج، محتاج ان انت تتعلم شويه تكنيكال، محتاج تفهم هوستنج، محتاج تفهم شويه حاجات تكنيكال ليها علاقه بالباك اند بتاع الويب سايت. فيعني الحته بتاعت الليرنينج كيرف ممكن تكون اطول شويه، يعني اي وود سي مثلا ان انت ممكن تاخد 6 شهور على ما تكون محترف في المجال بتاع الويب ديفلوبمنت، فخلينا نديله جود. طيب الفريلانس بوتنشال زي ما قلت لكم في البوينت اللي فاتت هو قشطه، ممكن تاخد بيه او تاخد يعني وانت بتعلم المجال تشيل فريلانس بروجكتس، بس هتكون ليميتد بالوقت بتاعك. لو انت تعرف تديليجيت وتجيب ناس تشيل معاك الشغل فقشطه الدنيا هتكون جميله قوي، بس لو انت هتعمل كل حاجه بنفسك فانت هتكون ليميتد بالاماونت اوف بروجكتس اللي انت تقدر تشيلها كويب ديفلوبر، فانا هديله جود. طبعا يا جماعه التقييمات دي بناء على رايي الشخصي وتجربتي الشخصيه، فمش عايز حرب في الكومنتس. تمام قشطه، يعني تقبلوا الراي الاخر. طيب نيجي لمجال السوشيال ميديا، بمعنى اللي هو السوشيال ميديا سبيشالست. طبعا السوشيال ميديا سبيشالست مرتبات مش هتكون احسن حاجه، لان انت يعني الشغل مش واو. انا عارف ان هو السوشيال ميديا سبيشالست ممكن يكون بيعمل كونتنت كالندر او ده كونتنت كرييتور، بس يعني الرولز بتاعتهم متقاربه جدا يعني، وبدخول اي اي، وهو بقى الاي اي مسيطر على الحته دي بشكل كبير، خصوصا الحته بتاعت الكوبي رايتنج والكلام ده كله. لو انت عملت برومبت كويسه او جي بي تي كويس فممكن يخدمك جدا في القصه بتاعت الكونتنت والكوبي رايتنج والكونتنت كرييشن والكلام ده كله. فاي وود سي ان المرتبات بتاعتهم افريج، ما اظنش ان هي جود حتى، بس هو ستيل مجال كويس يعني. طيب البارير اوف انتري سهل جدا، انت ما اظنش بيطلبوا فيه بورتفوليوز كبيره. اظن الاتش ار بيكون معتمد على يعني الحته اللي هو انت شخص كرييتيف مطرقع بتطلع افكار كويسه الكلام ده كله. فهقول برضو ان يعني بارير اوف انتري لا مش افريج بصراحه، انا هقول ان هو جود يعني قشطه سهل تخش. ممكن يواجهك صعوبه شويه في الحته بتاعت ان انت ازاي تعمل بورتفوليو وانت مش معاك براند، بس ممكن تخترع براند من العدم يعني، فقشطه يعني الموضوع مش هيكلفك فلوس كتيره زي الميديا باينج مثلا ان انت تصرف في الادز. طيب الجروث اوبورتيونيتيز، انا فاكر ان انا من فتره شفت تايتل السوشيال ميديا مانجر بيهيروه يعني، والمرتب كان محطوط 35000 جنيه. انا مش عارف الموضوع ده ترو ولا لا، بس هو كان مطلوب منه حاجات اكتر من مجرد سوشيال ميديا، يعني كان مطلوب منه كونتنت بلان استراتيجي، يعني محتاج ان هو يكون متعلم كذا حاجه بجانب السوشيال ميديا. فانا اي وود سي ان المجال بتاع السوشيال ميديا ده كويس لو انت مش هتقف عند السوشيال ميديا بس، هتتعلم كونتنت، هتتعلم استراتيجي، هتتعلم بلاننج، هتتعلم شويه حاجات كده عشان تخدمك في المجال. فيعني انا هكرمه واديله بيرفكتو بصراحه في الحته دي. طيب الليرنينج كيرف قشطه سهل جدا، يعني انت ممكن في شهر تتعلم المجال، الموضوع مش صعب خالص، محتاج حد بس مصحصح ومش تقيل من الاخر هيتعلم المجال بسهوله. في كورسز كتير على حاجات زي هاب سبوت كده وهتديك سيرتيفيكت كمان، فالموضوع هيكون سهل جدا. فريلانس بوتنشال قشطه، يعني هتلاقي فرص كتيره ومش هتاخد منك وقت كبير، بس المرتبات بتاعتها مش واو يعني. فاي وود سي مثلا ان يعني فريلانس بوتنشال جود. طيب مجال الجرافيك ديزاين ده يعني طيب من حيث السالري انا عندي عليه شويه تحفظات، بس هو بصراحه مجال كويس جدا لحد متخصص. التحفظات دي يا جماعه عشان عندي باد اكسبيرينس مع ناس اشتغلت معاهم فريلانس كجرافيك ديزاينرز يعني، بس بصراحه يعني انا عرفت ناس برضو متميزه في المجال وبتاخد سالاريز كويسه جدا. وعلى فكره جوه الجرافيك ديزاين تخصصات برضو، يعني جواه براندنج، جواه السوشيال ميديا، جواه كذا حاجه. فانت لو متخصص في حته معينه في الجرافيك ديزاين لا هتاخد مرتب كويس. فاي وود سي مثلا ان هو لا
بصراحه مش بيرفكتو، انا كده كارمو جامد، ممكن جود. تمام. طيب بارير اوف انتري سهل جدا، يعني انت ممكن تخترع ديزاينز لاي حاجه وتعمل بورتفوليو جامد، واصلا اغلب الجرافيك ديزاينرز البورتفوليوز بتاعتهم شبه بعض على بيهانس، لان هم مش عارف تقريبا بياخدوا توتوريالز واحده وبيعملوا بيها البيهانس اكونت بتاعهم يعني. بس قشطه يعني بارير اوف انتري مش فظيع. جروث اوبورتيونيتيز انت ممكن يعني تتقدم في المجال ده وتكون ارت دايركتور وتكون يعني حاجه كويسه قوي يعني. فممكن اقول احتار بين جود وبرفكتو بصراحه. بس طيب انا هقول بيرفكتو، يعني ممكن توصل ارت دايركتور، ممكن ياخد مرتبات كويسه وبالتالي فرص كويسه ويسافر كمان. اعرف ناس سافروا دبي وكده بالمجال ده يعني. طيب الليرنينج كيرف قشطه بسيط خالص. انا مش هبسط من المجال قوي، بس انا هقول ان هو مثلا ممكن الليرنينج كيرف بتاعه زي الميديا باينج، ممكن مثلا تقعد لك 3 4 6 شهور مثلا وتحترف المجال. فيعني هديله جود وتعمل بورتفوليو كمان، فقشطه صباح الفل. فريلانس بوتنشال، في بوتنشال كبير جدا، بس لو انت الليفل بتاعك كويس. لو انت افريج للاسف المرتبات هتكون واقعه في الارض. فانا هقول جود، انا حطيت جودز كتير قوي في المقارنه دي. طيب نخش شويه بقى في الحاجات الادفانسد. النيتيف بروجرامينج، يعني لو انت هتتعلم من الاخر حاجه اسمها سوفت وير انجينيرنج. الموضوع ده مش مرتبط قوي بالماركتنج، بس بما انه هو مجال مشهور وانا جربت ان انا اخش في المجال ده، فانا هتكلم عنه شويه. طبعا النيتيف بروجرامينج ان انت تتعلم سوفت وير انجينيرنج، البيزكس اوف بروجرامينج، مش فاكر سي بلس بلس ومعاها داتا ستراكشر وحاجات كده يعني. لو انت اتعلمت سوفت وير انجينيرنج فانت السالاريز بتاعتك بوم، انت اجمد واحد على الليست دي. اوكي، بس برضو يعني هنتكلم عن الليرنينج كيرف. البارير اوف انتري مش سهل، المجال مش سهل خالص، وناس كتيره مستقه في الحته اللي هم بتاعت البيجنرز اللي هو مش عارف يطلع منها. فبالتالي انت عشان تثبت نفسك وتعمل بروجكتس كويسه، انا هقول بصراحه ان هو افريج، يعني مش سهل ان انت تخش المجال. تمام. جروث اوبورتيونيتيز بيرفكتو، انت ممكن حرفيا تسافر امريكا. ف معلش يبان ان الموضوع هدف يعني عملاق، بس تعبير مجازي يعني ان انت ممكن تشتغل في شركات زي امازون، مايكروسوفت اللي هي الفانج، او الشركات الكبيره قوي، ميتا. فلا الجروث اوبورتيونيتيز بتاعته جميله بصراحه. الليرنينج كيرف بقى، وهي دي الحته اللي انا عندي فيها مشكله، او لما انا جيت اتعلم المجال كان عندي فيه مشكله. المجال ده يا جماعه محتاج منتال كاباسيتي مش طبيعيه، يعني انت في اصلا كور في المجال ده كده اسمه البروبلم سولفنج. فانت الحته بتاعت البروبلم سولفنج دي لو مش كويسه عندك، او لو انت بالاخر مش بتقعد تحل في مشاكل كتيره، مش هتكون متميز في المجال. وتخيل بقى ان انت عشان تكون متميز في المجال لازم طول الوقت تكون بتحل في مشاكل، فانت ممكن يعني تتجنن لو انت ما عندكش طولة بال يعني. فانا هقول الليرنينج كيرف يعني بصراحه حاجه تيرابل دي بس يا جماعه مساله شخصيه مع المجال، وهو بصراحه مش سهل ان انت تتعلمه. طيب الفريلانس بوتنشال جامد جدا بصراحه، ممكن تشيل بروجكت اصلا، بروجكت او 2 بروجكتس يعني يعملوا لك فلوس كويسه جدا، ممكن تدخل 3 4000 دولار يعني لو انت فعلا حد مميز في المجال. فانا هقول ان هو بيرفكتو. انا مش بحسد يا جماعه الناس اللي شغاله نيتيف بروجرامينج، بس المجال ده فعلا كويس قوي للي يعرف يسلك فيه. طيب مجال الفيديو اديتنج، المجال ده يا جماعه كويس جدا وبومينج الفتره الحاليه، وفعلا الناس اللي بتعمل فيديو اديتنج بشكل كويس، وخصوصا الحاجات بتاعه الريلز، وخصوصا بقى الحاجات اللي هي بتعمل ستوري تيلينج من الفيديو. انا عايز اقول لكم بصراحه، انا اللي بيعمل لي الفيديوز بتاعتي احمد اخويا. انا ساعات بصور فيديوز انا اللي بصورها بنفسي، ولما باجي اشوف الفيديو بعد ما اتعمل له خلاص فيديو اديتنج، فبحس ان انا بتفرج على فيديو جديد. ممكن اتشد مثلا اتفرج على فيديو 10 دقائق من غير ما احس، خصوصا ان انا اللي مصوره. فاللي هو قصه ان انت تجمع السينز بتاعت الفيديو وتخلق منها ستوري تيلينج وتعمل ترانزيشنز كويسه والحاجات دي كلها، فلا يعني هيكون في بوتنشال جامد قوي، خصوصا لو انت اتعلمت معاه انجليزي مثلا، فلا هيكون جامد. فانا هحط مثلا السالري بتاعه في الخانه البيرفكتو. تمام. بارير اوف انتري هو مش سهل، لان انت محتاج تتعلم حاجات زي بريمير ومحتاج جهاز كويس، فلا يعني بارير اوف انتري مش سهل خالص. انت محتاج جهاز كويس، غالبا هتحتاج ماك مثلا. فانت بتتكلم في حاجه مثلا ب 60000 جنيه عشان تبتدي ان انت تطلع شغل كويس. ده بلس ان انت تتعلم البرامج اللي زي بريمير، افتر افكتس، او دافينشي ريزولف، الحاجات دي كلها عشان تقدر ان انت تطلع شغل كويس. طيب الجروث اوبورتيونيتيز انا بشوف ان هو ممكن يكون ليميتد شويه في الحاجات المانجيريال. نوت شور بصراحه، ما شفتش ناس يعني دخلوا مانجيريال بوزيشنز عاليه قوي بدايه في مجال الفيديو اديتنج، او كانوا بادئين في مجال الفيديو اديتنج. فاي وود سي مثلا ان هي جود، كل ما تقدر تديها جود. طيب والليرنينج كيرف بتاعه اي وود سي ان هو مثلا ممكن 4 شهور، 4 ل 6 شهور مثلا ممكن تخليك فيديو اديتور شاطر. بس الفكره ان انت لازم تبراكتس فتره على ان انت تعمل ستوري تيلينج زي ما قلت في البدايه، تعمل ترانزيشنز كويسه، تكون فاهم تايبوجرافي. اظن برضو انت هتحتاج تتعلم البيزكس اوف جرافيك ديزاين عشان تخلق اليمنتس كويسه في الفيديو. فلا بصراحه ممكن الليرنينج كيرف بتاعه افريج
عشان تكون حد شاطر يعني. طيب الفريلانس بوتنشال طبعا ليه بوتنشال جامد، بس برضو بيسحب وقت كبير جدا زيه زي الويب ديفلوبمنت ويمكن اكتر كمان. يعني الفيديوز فعلا بتاخد وقت في البرودكشن، ولو انت مش بتاخد عائد كويس فانت الفريلانس مش هيكون مجزي معاك. فاي وود سي مثلا ان الفريلانس اوبورتيونيتيز بتاعته افريج، الا لو انت حد جامد جدا فبيدفع لك في الدقيقه مثلا بالدولار وفلوس كتيره يعني. طيب اخر حاجه معانا مجال الاي سي او. مجال الاي سي او ده انا بحسه مجال مهم جدا، وبيساعد الناس ان هم يقللوا صرف. يعني لو انت عملت اي سي او كويس فانت بالتالي مش هتصرف في الادز كتير، بس برغم ذلك هم بحسهم مظلومين في السالاريز شويه. فانا اي وود سي مثلا ان السالاريز بتاعت المجال ده محترمه بين جود وافريج بصراحه، بس ممكن اقول جود لو انت كويس وفي شركه مثلا كويسه مقدره المجهود اللي انت بتعمله في الحته بتاعت الاي سي او. بارير اوف انتري مش صعب خالص، ما اظنش ان انت محتاج ان انت تخش في هاسل كبيره يعني عشان تعمل بورتفوليو كويس. انت كل الموضوع نفس القصه بتاعت الويب ديفلوبمنت، هتعمل هوستنج وتبتدي ان انت تعمل شويه اون بيج على اوف بيج على تكنيكال اي سي او. طبعا انا عارف ان لو في ناس اكسبيرينسد في المجالات اللي انا بتكلم عنها دي وشافت التبسيط بتاعي ممكن تتخانق معايا في الكومنتس يعني، بس انا يعني بحاول اكون ابسط الموضوع بقدر الامكان. انا عارف ان كل واحد فيكم بيشقى الله يا رجاله. طيب البارير اوف انتري مش صعب خالص، انت ممكن تعمل ويب سايت وتظبط الحاجات بتاعت الاي سي او دي، وبالتالي هيكون معاك كيس ستادي او بورتفوليو يساعدك ان انت تخش المجال. جروث اوبورتيونيتيز مش شايف ان هو في جروث اوبورتيونيتيز. انت كبيرك مثلا ممكن تكون تيم ليدر اوف اي سي او ديبارتمنت، فا اوت سي مثلا ان هي جود شغال. لا بصراحه كده انا كارمو ممكن افريج. دي اصول يا جدعان. طبعا عموما يا جدعان متشكرين. طيب الليرنينج كيرف انا بشوف المجال ده معقد شويه، او مش معقد يعني محتاج تفهم كذا حاجه في المجال عشان تكون متميز فيه. ف يعني اي وود سي مثلا ان انت يعني واصلا في كذا يعني حاجات جوه الاي سي او زي الاون بيج اوف بيج تكنيكال، فلا يعني هو مش سهل، او الليرنينج كيرف ممكن يطول شويه، ممكن يتكلم في 6 شهور ولا حاجه، فانا هحطه كده افريج. طيب فريلانس بوتنشال. الفريلانس بوتنشال بتاع المجال ده يا جماعه انا ما عنديش صوره واضحه بصراحه. انا بشتغل مع ناس فريلانسرز اي سي او، مش عارف بصراحه هم شايلين كام بروجكت مع البروجكتس اللي انا بديها لهم، ومش عارف بصراحه ممكن يكون المرتبات بتاعتهم عامله ازاي. لو حد شغال في مجال اي سي او ممكن يقول لنا اكتر عن الحته دي، بس انا اي وود سي مثلا ان هو لا قشطه ممكن ياخد كذا بروجكت مثلا ومش هياخدوا منه وقت كبير قوي زي الفيديو ايديتنج او الويب ديفلوبمنت، فممكن اديله جود. وهي دي المقارنه بتاعتنا يا جماعه. اتمنى اكون اديت لكم صوره واضحه كده عن المجال او عن المجالات المشهوره حاليا. لو في بوينت انتم محتاجين فيها استفاضه اكتر او يعني كلام اكتر او شرح اكتر ممكن تكتبوا لي في الكومنتس واعمل فيديو تاني. بصراحه دي اول مره اعمل مقارنه في اليوتيوب عندي، فمش عارف كده انا كفيت ووفيت ولا ايه بالظبط. مستني الفيدباك بتاعكم في الكومنتس. ولو سالتوني مين افضل مجال في المجالات دي، لو انت عرفت تتعلم نيتيف بروجرامنج يعني عشان ابسط عليكم الموضوع اكتر، يعني لو انت عرفت تتعلم نيتيف بروجرامنج عندك المنتال كاباسيتي ان انت ما تتجننش في البروسيس بتاعت ان انت تتعلم المجال ده، فلا جو فور ات. المجال كويس جدا وبروميسنج جدا. طيب لو انت مش عندك المنتال كاباسيتي دي انا هقول لك خش الميديا باينج بقلب جامد، وحاول يعني اسعى جاهدا ان انت تعمل بورتفوليو. لو ظبطت الحته بتاعت البورتفوليو دي فاولموست كل حاجه بيرفكتو في المجال ده. غير كده بقى لو انت عندك اصلا شغف بحاجات تانية مختلفه زي الجرافيك ديزاين او الفيديو ايديتنج فانت جو فور ات. انا دلوقتي اشيل الصوره بتاعتي عشان تعرف تاخد سكرين شوت للمجال او للمجالات اللي انا عامل ما بينها مقارنه از ريفرنس يعني. بس كده يا جماعه دي كانت المقارنه. لو انتم مهتمين بمجال الميديا باينج وشايفينه مجال جامد جدا بناء على المقارنه اللي انا عملتها النهارده، طبعا مقارنه موضوعيه جدا وما فيهاش اي تحيز، فانا هسيب لكم فيديو هنا بيشرح لكم مجال الميديا باينج ده عامل ازاي او ايه الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها عشان تكون ميديا باير شاطر. بالتوفيق.